أكلات كتير كنا متعودين عليها وكبرنا عليها ودلوقتي بننسى إن إحنا نعملها رغم إنها جميلة جدًا، جدًا وأكلات تراثية كده. العِجّة، كتير بنبقى ناسيين إن إحنا نعملها رغم إن هي مفيدة جدًا وتبقى snack حلوة أوي، ولو الولاد بيحبوا ياكلوا الحاجات بالخضار تنفع في المدرسة كمان. يالّا أقول لكم على طريقة العِجّة الأصلية اللي اتعلمتها من ماما واللي اتربيت عليها. أول حاجة لازم نشوّح الخضار، ما تفكّروش تعملوا العِجّة من غير ما تشوّحوا الخضار. أنا مستعملة بصل وجزر وبطاطس وطماطم، ممكن تزودوا اللي انتوا عايزينه. الكوسة بتبقى حلوة جدا، البطاطا بتبقى حلوة قوي، بس هو ده الخضار الأساسي. أهم حاجة يبقى مبشور رفيع كده زي ما انتوا شايفين. أولا بيستوي أسرع وبتبقى نتيجته حلوة جدا. في العجة عموما بيبقى كل المكونات مندمجة مع بعض بشكل حلو قوي. آخر حاجة بنحطها الطماطم، وبعد كده بنزود كمون، كزبرة، جنزبيل، فلفل اسود، بابريكا، ولو في توابل تانية حابين تضيفوها طبعا براحتكم. الملح هنحط شوية دلوقتي وشوية في الآخر، بس نخلي بالنا علشان ما يحدقش. كده دي الخلطة الأساسية. طبعا في خضرة، ده الأساس بتاع العجة، بس دي بتضاف آخر حاجة خالص. بعد ما كله اتشوح وكله اندمج مع بعضه، هنحطها بقى على جنب وهنجهز خليط البيض. هنحتاج 3 بيضات، كوباية من اللبن، حوالي ربع لنص كوباية من الدقيق، ومعلقة صغيرة بيكنج صودا، ويفضل بيكنج باودر. هنخلطهم كويس جدا مع بعض لغاية لما كل الخليط يندمج تماما، وننزل بقى بالخليط الخضار. واخر حاجة بننزل بالبقدونس. انا حطيت بقدونس، ممكن تحطوا كزبرة، شبت، زي ما تحبوا، بس لو شبت ما تكتروش لان الشبت بيغمق شوية لما بيتعرض للسخونية، فما نكترش قوي منه. فانا استخدمت بقدونس بس وبيدي طعم خطير. وطبعا الخضرة اساس العجة، فدي اضافة اساسية ما ينفعش ان احنا طبعا نستغنى عنها. هنجهز بقى صينية انا دهنتها زيت وبطنتها بالدقيق كأننا بنعمل كيكة بالظبط. في المرحلة دي أنا زودت شوية ملح، دقت كده لقيته إنه محتاج ملح، فطبعا الملح والتوابل دي يعني حسب الرغبة. في الوقت ده هنسخن الفرن وهنحط العجة في صينية حسب بقى ما تحبوا، بايركس أو ستانلس أي حاجة. أنا استخدمت صينية الباي اللي بنعمل فيها الباي، شكلها حلو كده وأطرافها شكلها لطيف، بتطلع في الآخر نتيجتها حلوة جدا، هتشوفوها. وهتدخل الفرن يعني حوالي تلت ساعة لغاية لما تستوي، وتحسوا تحطوا السكينة أو الخلة وبتطلع ناشفة. بس كده. بصوا بقى الجمال، حلوة قوي، ريحتها خطيرة، وبجد سناك مفيد جدا. ممكن غدا، ممكن عشاء، ممكن فطار، تتحط في اللانش بوكس لو الولاد مش هيتعبونا يعني في موضوع الخضار. فحلوة جدا جدا. ولو حد حابب يحط بدل الدقيق شوفان ممكن جدا. فما تنسوش العجة يا جماعة، دخلوها في الروتين اليومي بتاعكم لأنها فعلا حلوة قوي، واحلى كتير من اللي احنا بنجيبها جاهزة. ملهاش علاقة اساسا، البيتي بجد حلوة قوي قوي، والولاد هيحبوها يعني، نحاول معاهم. هنا بقى انا حطيت كده في ساندوتش بقى بلدي، طبعا خطيرة مع شوية جرجير، بجد حلوة قوي وبتفتح النفس جدا ومشبعة جدا جدا. يعني هي لوحدها من غير عيش مشبعة قوي. فيا ريت تجربوها ودايما افتكروها وافتكروني معاها، وبألف هنا وشفا.